منصة الشباب إقليم مديونة. اليوم سيد العملات إقليم مديونة كيشرف على التدشين ديال منصة الشباب إقليم مديونة وبالضبط في جماعة تمليل. هذا البرنامج اللي تابع وفي إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية واللي كيخدم على المحور الثالث البرنامج ديال المبادرة. دونك اليوم كاين عندنا عدة برامج اللي كنخدموا عليهم كفونداسيون ديال الإبداع. كاين عندنا محور التشغيل، محور ريادة الأعمال، المهن الرقميه والصناعات الثقافيه وايضا الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. فملي كيجيو عندنا لي جون الغايه انهم يديروا لانسكريبسيون، انهم يدوزوا واحد لا بيريود ديال الفورماسيون باش من بعد كنحاولوا اننا نجلسوا معاهم عن طريق الخبراء ديالنا باش كيشوفوا واش غادي يقدروا هاد لي جون انهم يديروا مشروع حياه ولا غادي يقدروا انهم يولجوا لسوق الشغل. فإلا كان هذا الشيء كيتعذر فكيخصنا عاوتاني مره اخرى كندوزوا لواحد المرحله اخرى اللي هي البوست كرياسيون البوست سيرفيس اللي كنديروا لهم فيهم واحد لي فورماسيون على كارت في هذاك التخصص. من ضمن التخصصات اللي كنخدموا عليهم هنايا الامن السيبراني، الذكاء الاصطناعي، الاي كوميرس، الانفوغرافي، الصناعات الرقميه بصفه عامه، ودخلنا حتى البروغراماسيون والصناعات الثقافيه والسمعي البصري. فهذا نداء لاي شاب من اقليم مديونه انه يجي ويتسجل وانه يستافد من هذا البرنامج وهذه المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي دارها سا ماجيستي لو روا محمد سيسكو ديولاسيست. وشكرا لكم. اي شباب من 18 سنه و 45 سنه العاطل عن العمل ولا اللي كيبحث على فرصه شغل. تقدر تقول لنا بالنسبه تكلفه المشروع والمشاركين عندكم في المشروع؟ كاينه بطاقه المشروع اللي كتحمل الجماعات اللي من خارطه والمبادره الوطنيه. التكلفه ديال المشروع هي مليار و800 مليون ما بين الوعاء العقاري والبني والاكيبمون والتجهيز وكل شيء. شنو هي الرساله ديالك للاباء؟ انا لا اقصد الشباب ولكن الابناء، ولكن شنو هي الرساله ديالك للاباء انهم يحاولوا يتواصلوا مع المنصه باش يسجلوا وليداتهم؟ حنايا ما كنسيبليوش الاباء، كنسيبليو الابناء بالضبط، حيتاش ملي كيكون شاب اللي فيه 18 سنه دونك هو راه شاب عاقل كيعتمد على راسو. دونك حنايا كنخاطبوا الشباب الدور اللي غادي يقدروا يديروه الاباء مفروض علينا حنا نديروه، حنا اللي نديروا هذيك الحمله والتوعيه، حنا اللي نديروا سونسيبيليزاسيون داك لي جون باش انهم يجيو عندنا. نعم، حنا كنعرفوا بان العمل ديال الاقليم ديالنا هي منطقه شبه حضريه، باش نكونوا بان فيها جوج ديال الجماعات الترابيه اللي هي النجاطيه وسيدي حجاج قرويتين. اذا هنا كيكون دائما هذاك الحاجز ديال الاب، الوالده راه بغات تمشي لواحد المنصه، الوالد ما مشيش تمايا، اش قلت لك انا تعطينا كاين واحد المشاريع ديال المبادره الوطنيه اللي كيتسموا لي زانيكس ديال هاد المنصه. داكوغ تابعين لهاد المنصه. دونك هاد المراكز كامله خص ان هاد الوليدات داكشي اللي كنديروا سونسيبيليزاسيون. حنا ملزمين اننا نديروا واحد الحمله ونعاونوا الاستثمار لكاع الشباب ديال المنطقه ديال الاقليم. فالشباب اللي غادي يتعبر عليهم انهم يوصلوا هنايا كاين في كل الجامعات، كاين واحد المركز تابع المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي خصهم يمشيو ليه، وكاين فيه واحد لو بيرو ديالنا اللي كيكون سيرفيس ولا هذاك البيرسونيل ديال لادمينستراسيون كيوجهوهم باش انهم كنحاولوا اننا حنايا باش الله يعطيك الصحة من اجل اننا نكونوا في المجتمعين. الفرق ما بين منصه صراحه انا عندي منصه الشباب المحليه، انا المثال اللي عندي هي اهم